اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. يوم الجمعه دايما بنكون عايزين اكله كده حرشه تفتح نفسنا على الاكل، وكمان تكون سريعه، وتكون ان هي ما بتعملش مجهود جامد. فانا عملت النهارده اكله طعمها يجنن. تعالوا نشوف عملنا ايه. اول حاجه كده عملناها ان احنا هنقلي بطاطس. حطيت الزيت على البوتاجاز، وكمان اول ما سخن نزلت كده على البطاطس بتاعتي بعد ما قطعتها صوابع علشان تتحمر. اول ما بتتحمر معايا انا بطلعها على طول من الزيت. بس طبعا بقى الفيديو بتاعنا سريع فايه، وكمان الاكله بتاعتنا سريعه فهنعملها بسرعه. فطلعنا بقى البطاطس اول ما اتحمرت، وهنزل كمان بالبتنجان. احنا هنعمل بقى بتنجان وهنعمل بطاطس، وهنعمل بقى ايه اكله. بصي اكله حرشه كده تفتح النفس على الاكل. حطيت بقى البتنجان بتاعي زي ما انتوا كده شايفين. مسكته قشرته نص تقشيره كده زي ما انتوا شايفين، ورحت جايه بالسكينه كده وهو سليم زي ما هو، اغز غزتين كده واحطه في الزيت علشان يستوي معايا ويكون طري معايا من جوه. وكمان حطيت كده كام قرن فلفل ايه يتحمروا معاه. اول ما يتحمروا بقى كلهم بروح جايه مطلعاهم برضو. بس طبعا بقى بطلعهم على مناديل علشان الزيت بتاعي البتنجان بتاعي ما يكونش شارب زيت كتير. فايه انت بقى ايه لو حابه تطلعيه على ورق تطلعيه على مناديل طلعيه. تعالوا بقى بعد ما تحمر البتنجان وقلنا البطاطس وجهزنا كل حاجه، نعمل بقى الدقة بتاعة البتنجان. ايه هي الدقة؟ فلفل وتوم وطماطم، وكمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفلفل اسود وكمون وملح. بصوا بقى احنا عايزين ندلع البتنجان بتاعنا ده ونخليه طعمه جميل ويجنن. هنضرب بقى طعم ده كله برضو طبعا في الكبة لحد ما يتفرم معايا علشان نحشي بيه البتنجان. اتفرم معايا هنجيب بقى الطبق اللي هنحط فيه البتنجان، ونمسك البتنجانية كده نفتحها ونحط فيها الدقة بتاعتها او التتبيلة بتاعتها. طبعا بقى عامله سلطه ومقطعاها طرنشات كبيره. وطبعا الطبق التاني ده اللي فيه البصل والجزر والفلفل ده علشان الرنجة. انا مجهزه كل حاجه، مستنيه بس الرنجة تيجي من بره عشان اقطع افتحها واحطها ايه واظبطها معاكم كده واحنا بنعمل الاكل. طبعا بقى ايه رحت جايه بعد ما حشيت البتنجان كله حطيت كده الفلفل فوق، وهحط عليه برضو من التتبيله ديت علشان يتبل كله مع بعضه. وكمان ما تنسوش حطيت كمان شويه خل. هسيبه بقى اركنه على جنب. وبعد ما عصرت عليه كمان نص ليمونه، ونجيب بقى الرنجة بتاعتنا بعد ما جت ونفتحها بقى وننضفها علشان ناكل احلى طبق سلطة رنجة ممكن تدوقيه في حياتك. انا بفتحها كده واطلع منها، بقشرها خالص زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة. بطلع اللحم بتاعها خالص كده واطلعه من الظهر. بخليها خالية ممتازة كده بحيث ان هي ايه القشر بتاعها ده ما يبقاش موجود معايا في الطبق علشان ندلعها الدلع اللي هو زي ما انتوا شايفين كده. بفتح من الظهر واروح جايه مطلعه بصبعي كده مطلعه اللحم بتاعها، واروح جايه ايه منضفاه من الشوك واحطه في الطبق. انا بقى بعد ما بروح جايه منضفاه كده بجهز له الطبق اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الجزر والبصل والفلفل. كده كنت خلصت الرنجة كلها علشان ناكل احلى طبق رنجة ممكن تشوفوه في حياتكم. هنجيب بقى الرنجة بعد ما خلصتها واجيب المقص واقصقصها كده بالمقص قطع صغيرة، او ممكن تهرسها بشوكة او ممكن تهرسها بالمعلقة على حسب. بس انا بحب اقطعها كده بالمقص قطع صغيرة علشان تبقى معايا كده لطيفة ولذيذة، وكمان تيجي تاكلي كده اللقمة بلقمتها وتكون قطع صغيرة خالص ما يكونش فيها ايه عرق كده ولا عرق كده. بعد ما بقطعها بقى كلها بكون بقى مجهزة معايا زي ما قلت لكم الطبق ده السلطة الرنجة بتكون طعمها لذيذ جدا لما بتعملها بالطريقة دي. جربوها وهتجربيها ومش هتندمي. هجيب بقى البصل احط شوية كده واحط اللي فوق الجزر، يعني هشكل كده تشكيلة كويسة. واجيب بقى زيت الزيتون بيدي طعم هايل للرنجة. انت ممكن تعملي الخلطة ديت وتحطها في التلاجة، وكل ما تجوعي تجيبي لك رغيف وتعملي سندوتش. وطبعا جبنة طعمية، بس هنفرش لها الاول الخضار بتاعها ونحط عليها. ايه رايكم بقى في الاكل بتاعنا النهارده كده؟ الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم، واشوفكم في فيديو جديد. باي.